وبالتالي النهارده احنا لازم نفكر. طيب سياده المشير لغايه دلوقتي لم يعلن عن ترشحه او عن نيته للترشح ولم يفصح في الحقيقه، وكل الاجتهادات اللي اعلنت خلال الفتره الماضيه واضح انها اجتهادات شخصيه غير مبنيه على معلومه صحيحه، وبالتالي ده معناه ان هو ما بيتكلمش، ان هو ما بيصرحش، ان هو ما بيديش اي حاجه تتمسك ان هو هيترشح. طبعا ده ليه اسبابه يعني. نعم. وان كنت انا ارى ان يعني عدم اعلان الترشح ده ليه اسباب، وليه ومن الاسباب دي قطعا في اسباب شكليه. اولها مثلا هو باب الترشح لسه ما اتفتحش. قانون الانتخابات لسه بيعدل ولسه يعني هو كل اللي اعلنوا ان هم مترشحين هم يعني بيقولوا ده خطاب نوايا. ده شوف حضرتك ده استباق للاحداث. انا المعيار عندي ان الشخص اللي هيترشح يفتح باب الترشح ويروح يتقدم باوراق او يعلن رسميا في مؤتمر صحفي ان هو يترشح. هناك من اعلن في مؤتمر صحفي ان هو هيترشح، وهناك من يشير من خلال اكثر من وسيله ان هو هيترشح، لكن احنا ما غير واحد بس هو اللي اعلن، اللي هو الاستاذ حمدين صباحي. اللي سياده المشير الاستاذ خالد علي برضو اعلن انه هيترشح. هو اعلن رسميا؟ ما هو الاستاذ حمدين ما اعلنش رسميا برضو يعني لا، اعلن للصحفيين. اعلن للصحفيين. نعم. تمام. فانا رايي ان احنا عندنا زي ما الاستاذ عمرو موسى قال لك المزاج الشعبي. المزاج الشعبي ده ما اقدرش ابني عليه دوله، ما اقدرش ابني عليه سياسه دوله. الدول حاجه والمزاج الشعبي حاجه ثانيه. احنا المزاج الشعبي كان عندنا بقالنا 3 سنين بنقول الشعب يريد. ما احنا عندنا المزاج الشعبي خلانا قعدنا 3 سنين عمالين نلف حوالين بعض، ولكن في النهايه الشعب يريد، والشعب هو اللي اراد، والشعب يريد المشير السيسي. تمام، احترامنا الكامل. ولكن طيب هل احنا يعني الموضوع يتساب كده للعواطف؟ هل هو ده طبقا بقى للدستور المعدل والذي استفتي عليه؟ هل صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء ما نحطهاش كده في الميزان ونشوفها؟ هل هو ما بيفكرش في الكلام ده؟ الحاجة التانية، هل هو الأنسب لمكان رئيس الجمهورية، لمنصب رئيس الجمهورية، ولا الأنسب لمناصب أخرى تنفيذية قد تكون مفيدة أكتر للبلد؟ ده قراره هو بقى في الآخر. ده قراره هو، وقطعا هو ما هو بيفكر. هو لغاية دلوقتي حضرتك يشوف أي حد يقول لك إن المشير هيترشح يوم كذا وكذا وكذا وكذا، كون على ثقة تامة إن الكلام ده غير مبني على معلومات، لأن هو سيادة المشير لا يتحدث مع أحد في هذا الموضوع، ولن يتحدث مع أحد في هذا الموضوع طول ما هو لابس البدلة العسكرية، لأن هو بيحترم البدلة العسكرية.